في الصحراء وتحت جبال وادي الملوك. تم تتويج طفل صغير ملك على عرش مصر. توت عنخ آمون ملك معرفش الطفولة، لكن ترك لنا كنز مش موجود زيه في أي مكان. آلاف السنين والمقبرة تحت التراب. وفي سنة 1922 اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر السلم المؤدي لمقبرة الملك الصغير، واللي كان واحد من فراعنة الأسرة المصرية 18 في تاريخ مصر القديم. هو ابن الملك أخناتون أمنحتب الرابع. حكم مصر في سن 11 سنة، وده بعد وفاة أخوه اسمنخ كان رع، واستمر في الحكم لمدة 9 سنوات. مات وهو عنده 19 سنة، وبعد 70 يوم تم فيها تحنيط جسد الملك. تم دفنه في وادي الملوك. تم اكتشاف المقبرة واللي بتحتوي على 3500 قطعة أثرية. المقبرة بتحتوي على ملابس الملك وحلي ذهبية وجعارين وأدوات زينة وبخور. وسنة 2010 تم الكشف عن لغز وفاة الملك، وهو طفيل الملاريا. وبعد سنين هيستقر الملك في قاعة توت عنخ آمون.